مبدئيا كده مصر والمغرب شعب واحد، فبالتالي مش هنسمح لقله منحله كانت موجوده امبارح في المباراه انها تلعب في الثوابت دي. اللي انا عايز اقوله ان لابد من تطبيق عقوبات صارمه، لازم يكون في عقوبات قويه جدا على الجماهير اللي كانت موجوده امبارح في اللقاء لاكتر من سبب. اولا عشان يكون ردع مش بس لجماهير الجيش الملكي، لاي جماهير تانية بتفكر او بتحاول او بتخطط انها ممكن تعمل نفس الاسلوب او ممكن تتبع نفس النهج. لان اللي حصل امبارح في مباراة النادي الاهلي والجيش الملكي ده ارهاب، دي مش كرة قدم. فكرة انك انت عايز تلعب بالعافية، تلعب او تكسب بالعافية بطرق مشروعة او غير مشروعة، ده شيء غير مبرر وشيء غير مسموح به اطلاقا. اللي حصل من رمي زجاجات، من رمي آلة حادة شفناها كلنا، ولاعيبه الجيش الملكي كانوا هيتجننوا اصلا عشان خاطر ما حدش يوريها للكاميرات، لكن لعيبه النادي الاهلي ومدير الكره وليد صلاح الدين اصروا بشكل كبير جدا انه لازم الكاميرات تشوفها ولازم كل الناس تشوف الآلة الحاده اللي اترمت على محمود حسن تريزيجيه واتصاب بسببها في راسه. دي مش كرة قدم. لما تيجي تشوف هجمة للنادي الأهلي في الثواني الأخيرة في المباراة وتنزل 3 كرات في أرض الملعب، دي مش كرة قدم. انت كده مش عايز تلعب وتكسب باسلوب شرعي، انت عايز تكسب باي اسلوب سواء كان شرعي او غير شرعي. دي مش كوره، دي مش رياضه. فالعقوبات لازم تكون على قد الحدث. بعض الاصوات تقول لك ايه، بس يجوا عندنا القاهره ده احنا هنوريهم، ده احنا هنعمل. كل الكلام ده غلط، غلط تام. ليه ما تسيبش الثوره اللي موجوده في دماغك تخليك تندفع بشكل قوي في اتجاه اشياء ممكن نندم عليها بعد كده. اولا علاقتنا بالشعب المغربي علاقه طيبه جدا وعلاقه محترمه جدا وكلها حب واحترام، فما فيش حاجه اسمها ان لما يجوا عندنا القاهره هنتعامل بنفس الاسلوب أو اولا بنتعامل باخلاق جماهير النادي الاهلي. ثانيا احنا هنستقبلهم احسن استقبال، مش عشانهم، عشان دي اخلاقنا احنا، دي اخلاق الفرسان، دي اخلاق النادي الاهلي. عمرنا ما هنغلط في حد، ومش هقول لك ان احنا هناخدهم يعني على الرحب والسعه وبمنتهى الحب، لا، بشكل رسمي وباسلوب محترم وخلاص. انا ما بقولكش حبهم لما يجوا، لكن الشكل اللي حصل من جماهير الجيش الملكي دوت لابد من عقاب صارم. وانا هقول لك حاليا دلوقتي ماده في الكاف بتقول لك العقوبات المتوقعه على جماهير الجيش الملكي ايه، خصوصا مع ظهور آلة حادة. كتير جدا من جماهير المغرب مدينة اصلا وبالدين الاسلوب اللي حصل امبارح في اللقاء. انا ما كنت فاتح لايفات امبارح وكنت منزل فيديوهات امبارح، شفت تعليقات كتير جدا من جماهير مغربيه كلهم بينتقدوا جماهير الجيش الملكي. ومش بس كده، وبيقول لك ان جماهير الجيش الملكي اصلا عندهم طبع اللي هو الحده والشده والارهاب في المباريات، يعني دوت طبع عندهم حتى في الماتشات المحليه. ولائحه الكاف بتقول لك في الماده 108 ان في حاله ظهور اي آلة حاده او اي شيء ممكن يكون مؤذي تم القائه او لم يتم القائه لكن كان موجود في المدرجات، اول حاجه انك تلعب بدون جمهور لحد نهايه السيزون بالاضافه لغرامه ماليه او اعاده المباراه او اعتبار الفريق المغربي خسران 2-0. كلها عقوبات قويه، لكن ما اتمناش خالص ان الموضوع يتم تكويسه وفي الاخر تلاقي عقوبات يعني تافهه جدا، معرفش غرامه كام الف دولار ومعرفش ايه. لا، لازم يكون في عقوبات قويه جدا. انا عارف كويس قوي المحترم فوزي لقجع قد ايه يعني نفوذه مؤثر في الاتحاد الافريقي بشكل كبير. انا الراجل ده بحترمه لانه بيفيد بلده، وياما شكرت في فوزي لقجع وقلت ان هو عامل نهضه رياضيه يعني حاجه رائعه، ونتمنى ان يتم تعميم هذه النهضه في كل البلدان العربيه. لكن فكره انك انت تستغل نفوذك في حاجه زي كده وانت عارف كويس قوي وانت اللي المفروض اصلا تكون بتحافظ على الثوابت والاخلاق والمبادئ اللي موجوده، ده هيبقى شيء خاطئ تماما. ما اتمناش ان اشوف نفوذ فوزي لقجع في الاتحاد الافريقي في ان هو يمنع حاجه زي كده. والحقيقه انا منتظر هذه المباراه بفروغ الصبر عشان نوريهم اخلاقنا، مش عشان نوريهم العين الحمراء بقى واحنا هنوريكم. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. جمهور الاهلي ارقى واكبر من كده بكتير بكتير. هل مثلا تتوقع نقعد نرمي عليهم ازايز ولا نرمي كرات في اخر الملعب؟ الاهلي مش محتاج ان هو يرمي كرات في الملعب. بالمناسبه الاهلي لما يحب يفوز هيفوز بمجهوده وبعرقه،
مش بالطرق الملتويه، ولا عمرنا شفنا الاهلي بيكسب بهذه الطرق الرخيصه يعني. فبالتالي انا مستني المباراه علشان اولا تبقى حفله كده على فريق الجيش الملكي في القاهره. ثانيا نوريهم اخلاقنا، ومش هنرد الاساءه بالاساءه، بالعكس ده احنا هنستقبلكم وهنحترمكم لان دي اخلاقنا، مش لان انتوا كجمهور الجيش الملكي تستحقوا الاحترام. كل تحيه لكل جماهير المغرب اللي كانت رافضه هذا الاسلوب وهذا الشيء البذيء اللي كان موجود في المباراه. جماهير محترمه جدا، جماهير عظيمه جدا، حبنا ليهم مش من فراغ، وهنفضل نحبهم لان التعميم نفسه شيء خاطئ وشيء غير صحي اطلاقا. في اصابات مهمه للنادي الاهلي، المفروض ان النادي الاهلي اعلن عنها: اصابه اشرف بن شرقي بالام في الفخذ، كمان محمد شريف عنده كدمه في عضله الحوض، تريزيجيه اصابه في الراس بسبب موضوع الاله الحاده. دي بالنسبه لي حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. اله حاده في مباراه كره قدم، سكينه معجون، دي حاجه جديده، دي اداه جديده من ادوات التشجيع. دي حاجه بالنسبه لي مش مفهومه. تريزيجيه عنده اصابه في الراس بسبب هذه الاله، وكمان ياسين مرعي عنده كدمه، وياسر ابراهيم عنده كدمه نظرا لالقاء الزجاجات في المباراه. لكن الحمد لله يعني سواء تريزيجيه او سواء ياسر ابراهيم او ياسين مرعي، الثلاثي بحاله جيده جدا، والموضوع يعني بسيط ولا يرتقي للغياب او ان هم ممكن يغيبوا عن اي مباراه. النادي الاهلي بيجهز شكوى للاتحاد الافريقي ضد ما حدث من جماهير الجيش الملكي، لكن طبعا تم تاخير الشكوى دي علشان الاهلي بيجهز ملف ما فيهوش غلطه، يعني يكون في ملف كامل كده للنادي الاهلي بكل تفاصيل المباراه، علشان لما يتم ارسال هذا الملف للاتحاد الافريقي تبقى الدنيا يعني واضحه وصريحه، مش محتاجه ان حد يحاول ان هو يلعب في الكلام او يحاول ان هو يغير الكلام بفيديوهات بقى وصور. عندنا تحذير مهم: هل اللي حصل في مباراة الجيش الملكي والاهلي هيلقي بظلاله على كأس الامم الافريقية؟ هل في ثقة كاملة في الامن؟ ما خد بالك من حاجة، فكرة ان لا ان مشجع يخش بسكينة معجون، اذا اجراءات الامن والسلامة فيها مشكلة، اجراءات التفتيش فيها مشكلة، الاجهزة اللي بتكشف عن المعادن فيها مشكلة. انك انت سمحت لاحد الجماهير ان هو يخش بآلة حادة تعور او ممكن لا قدر الله تموت بني ادم بالخطأ، فدي مشكلة كبيرة جدا. هل المفروض ان يكون في تشديد بقى على اجراءات الامن والسلامة في دولة المغرب الشقيقة عشان لا يتم يعني تكرار مثل هذه الحوادث بعد كده في المستقبل؟ الموضوع هيبقى صعب جدا لو فضل مستمر هذا التراخي الامني، لانه ده اسمه تراخي امني لما تدخل مشجع بآلة حادة شبه السكينة ممكن انها تعور او تموت. فبالتالي لازم يكون في تحذير قبل كأس الامم الافريقية عشان لا قدر الله لا تحدث كوارث كلنا ما نتمناهاش اطلاقا. اما على جانب صفقات النادي الاهلي، فانا عايز اتكلم معاك سريعا في قصة فؤاد الزهواني ويوسف بالعمري. الموضوع او الوضع حاليا في قصة يوسف بالعمري او فؤاد الزهواني انه النادي الاهلي ونادي الرجاء المغربي هما الاثنين داخلين في خناقة. نادي الرجاء عايز يجدد ليوسف بالعمري، ويوسف بالعمري رافض، والاهلي داخل في الصفقه. نادي الرجاء عايز يتعاقد مع فؤاد الزهواني كبديل ليوسف بالعمري، والاهلي برضو داخل في الصفقه بتاعه فؤاد الزهواني، والاهلي ما عندوش مانع ان هو يضم الاثنين. دي بالنسبه لي كانت مفاجاه سواء ده او ده. انا بالنسبه لي يعني شايف ان واحد بس فقط هو اللي يكون كافي. فؤاد الزهواني لاعب جيد ومستقبل واعد، يوسف بالعمري لاعب خبره كبيره جدا في البطولات الافريقيه، واكيد هيبقى اضافه قويه جدا. اتمنى من كل قلبي ان موضوع الصفقات بتاع النادي الاهلي ينتهي سريعا. محتاجين ان احنا في الفتره القادمه يكون صفقات النادي الاهلي بتتم بشكل سريع، يعني الميركاتو الشتوي يبدا، الاهلي يكون مجهز الليسته، يخلص الصفقات بتاعته، يأيدهم في الاتحاد المصري لكره القدم وفي الاتحاد الافريقي علشان يفيدوا النادي الاهلي في المباريات القادمه، خصوصا ان احنا عندنا ماتشات ومنافسات قويه جدا بعد التوقف الدولي من دوري مصري ومن كمان دوري ابطال افريقيا اللي هتكون بقى خلاص اشتدت بقى المنافسات القويه فيه، سواء بقى في دور المجموعات او في الادوار اللي بعد كده.